كليوباترا، الملكة الأسطورية لمصر القديمة، لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل وتعزيز الحضارة المصرية. ولدت كليوباترا في العام 69 قبل الميلاد في أسرة الملوك البطلميين، وسرعان ما أظهرت مواهبها وقدرتها الاستثنائية في الحكم والسياسة. بمهاراتها الاستراتيجية والسياسية، تحكمت كليوباترا بشكل بارع في قضايا الدولة، وأظهرت حكمة استثنائية في إدارة شؤون المصريين. كان لها شخصية قوية وجرأة، وكانت معروفة بجمالها وذكائها الحاد. كانت قادرة على لفت انتباه قادة العالم وجلب التأييد الدولي لمصر. حكمت كليوباترا لفترة طويلة وعملت على تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الخارجية. قادتها حبها للثقافة والعلوم إلى دعم الفنون والأدب، وأقامت مكتبات ضخمة ومدارس لتعليم المصريين. تعتبر مكتبة الإسكندرية التي أنشأتها من أبرز معالم تاريخ الحضارة المصرية. ومع ذلك، تعرضت مصر للهجمات والتهديدات من الدول الأخرى، وكانت كليوباترا تعمل بجد لحماية الأراضي المصرية واستقلالها. في نهاية المطاف، وبعد سلسلة من الأحداث المأساوية، اضطرت كليوباترا إلى الانتحار لكي لا تسقط مصر تحت سيطرة الرومان. باختصار، كليوباترا كانت شخصية غير عادية في تاريخ الحضارة المصرية. تركت إرثاً لا ينسى من التفوق والثقافة، وتذكرنا بأهمية قيادة الشخصيات النسائية في تأسيس وإعمار الحضارات.